واحد من اكثر الاسئله اللي كيطرح الناس بزاف في المغرب: واش نشري الدار واجده ولا نبني داري بوحدي؟ كل واحد في هاد الاختيارات عنده الثمن ديالو والمميزات والعيوب ديالو. اليوم غادي نحاولوا نحسبوا شحال كتقام الشقه وشحال كتقام الدار مع البناء. قبل ما نبداو ما تنساش دير واحد اللايك والاشتراك في القناه باش يوصلك الجديد ديالنا. نبداو الفيديو. اول حاجه ثمن الشقه الجاهزه. النوع الاول ديال الشقق السكن الاقتصادي اللي كيكون فيه غالبا ما بين 50 حتى 60 متر، كيكون الثمن ديالهم ما بين 25 حتى 35 مليون سنتيم. هذا الثمن كيكون على حسب المدينه اللي انت ساكن فيها. هذا النوع ديال المنازل كيكون فيه غالبا صالون، جوج بيوت، مطبخ، حمام. هذا السكن كيكون متوفر بزاف في كازا، طنجة، سلا وفاس. النوع الثاني هو السكن المتوسط اللي كيكون فيه ما بين 70 ولا 100 متر. الثمن ديالهم كيكون ما بين 45 حتى 80 مليون سنتيم. كيتباع في المدن الكبرى: الدار البيضاء، الرباط، مراكش. وكاين شقق فاخره اللي كيكون فيها 100 متر والفوق، وكيوصل الثمن ديالهم حتى 100 مليون سنتيم ومن فوق. هذا السكن غالبا كيكون في المناطق راقيه وبجوده البناء عاليه بزاف. دابا ندوزو الموضوع: بشحال غادا تقام علينا الدار فيها 100 متر؟ الا افترضنا عندك بقعه فيها 100 متر، اول حاجه كاين ثمن الارض. مدن الكبرى كازا ولا الرباط كيكون الثمن من 4000 حتى 8000 درهم المتر مربع. المدن المتوسطه فاس، مراكش، مكناس من 1500 حتى 4000 درهم المتر مربع. المدن الصغيره والقرى كيكون الثمن من 500 حتى 1500 درهم المتر. ثاني حاجه ثمن البناء. البني التقليدي، هذا البني هو اللي كيكون قريب في الجوده للسكن الاقتصادي وكيكون ما بين 2500 حتى 3000 درهم المتر مربع. يعني الا كانت الارض فيها 100 متر وفيها 4 طوابق، تكلفه البناء في هذه الحاله كتكون 100 متر في 4 هي 400 متر. كنضربوه في الثمن تاع البني. ثاني حاجه كاين البني العصري وكيكون ثمن البناء من 3500 حتى 5000 درهم المتر مربع. كمثال باش توضح الامور اكثر: بقعه 100 متر في 4 طوابق كتعطينا 400 متر للبناء. الا درتي البناء التقليدي 400 في 3000 درهم كتساوي 120 مليون سنتيم كاقصى تقدير. الا درتي البناء العصري 400 في 4500 درهم كتعطينا 180 مليون سنتيم. زيد على هذا الشيء ثمن الارض وحتى الرسوم والرخص ما بين 3 ولا 5 مليون سنتيم. كمقارنه بسيطه، الا شريتي الارض وجهزتيها وبنيتيها فراه ثمن الشقه ديال 100 متر غادي تقام عليك 43 مليون سنتيم تقريبا. فراه كتكون مساحه كبيره وكتكون عندك استقلاليه. شقه اقتصاديه كتخرج ارخص ما بين 25 حتى 35 مليون، ولكن المساحه صغيره بزاف والدار ما كتكون الملك ديالك حتى كدوز 5 سنين تقريبا. بناء الدار كتكون غاليه، ولكن الا كنتو نتوما 4 ديال الناس مثلا وشريتو بقعه وبنيتوها فراه غادي يكون مزيان لكم، غيكون احسن من السكن الاقتصادي اللي المساحه ديالو قليله بزاف وجوده البناء بلا ما نهضروا عليها. زائد الدار ما كتكونش الملك ديالك لمده 5 سنين، يعني ما تقدرش تبيعها ولا تكريها، ولكن كيبقى السكن الاقتصادي هو الحل الاسرع بالنسبه للناس اللي باغا تسكن. الاثمنه اللي عطيتك هما اثمنه تقريبيه كيتبدلوا على حسب المدينه ونوعيه الحديد وسعر النوافذ والابواب وجوده الصعوبات في الاساسات. شنو تقدر دير باش تنقص التكاليف ديال البناء؟ اولا خذ العروض مكتوبه من 2 ولا 3 ديال المقاولات بنفس المواصفات. ثانيا شري المواد بجمله وراقب الفواتير والمواعيد. ثالثا دير دراسه التربه الا شكيتي في الارض. رابعا شد مهندس معماري وهيكلي متمرس. التغييرات اللي ممكن يداروا في الوراق ارخص من التغييرات اللي كيداروا في مرحله البناء. خامسا راقب العزل المائي، المصاعد، السلالم والسلامه ضد الزلازل. واخيرا اذا البقعه محتاجه اساسات قويه مثلا تربه ضعيفه التكاليف تقدر تزيد بزاف، زائد ان دراسه التربه مهمه بزاف. هنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش دير واحد لايك الا استفدتي واشترك في القناه.